السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجلاء علي من مطبخ نوجة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض حاجة كده جميلة في الحر اللي احنا فيه ولذيذة جدا، اللي هي ايه بقى؟ الايس كريم فراولة ومانجا وفانيليا. هنعمله كده بمكونات بسيطة واي حد يقدر يعملها. بينا بقى على المقادير. معايا هنا نص كيلو لبن، ومعايا النشا، ومعايا فانيليا، ومعايا ايس كريم شانتيه، ومعايا 2 باكت جيلي مانجا و2 باكت جيلي فراولة. بينا بقى هنشوف المقادير دي والخطوات ازاي. اول حاجة جبت اللبن، هحط معلقتين كبار نشا، وهحط 3 معالق سكر، وهبتدي اقلب كده كويس المكونات دي واحطها على النار تستوي. هركنها جنب لما اخلص بقية المكونات. كده لما دابت انا ركنتها كده على جنب. جبت حلة صغيرة او بولة، واحط بقى فيها الاتنين باكت مانجا، جيلي مانجا، وهحط عليها كوبايتين مية، وهبتدي ادوب على البارد. ادوبها على البارد كده، واحط معلقتين نشا، وهركنها جنب. لما تدوب هركنها جنب، الجيلاتين يدوب والنشا يدوب. اخر حاجة بقى هجيب بولة تانية واحط الفراولة بنفس الكمية، احط الكيسين، واحط كوبايتين مية، واحط طبعا معلقتين نشا، وادوب على البارد برضو. عند المعلقتين النشا وادوب كده على البارد، وهبتدي كلهم كده مع بعض على البوتاجاز، احطهم على النار. القوام بس يتقل عشان استخدمها في الايس كريم. طبعا حاطه هنا اللي هي الفانيليا، وهنا الفراولة، وهنا المانجا. طبعا بقلبهم كويس عشان القوام يتقل. طبعا اول حاجة تقلت هو الفانيليا، بقلبها كويس كده. واللي هيتقل هرفعه بقى من على النار. فهنا طبعا خلاص الايس كريم الفانيليا تقل. هنقل بقى على العين التانية، وهبتدي اقلب الفراولة كويس كده، ايدي فيها وايدي في المانجا عشان ما تكلكعش. وهنا نقلب شوية وهنا شوية لحد ما وصلت للقوام المطلوب. هنا بقى حطيت نص كوباية كريم شانتيه، وعليها 3 معالق سكر، وحطيت الفانيليا الخام نص ازازة، وهحط كوبايتين كوباية مية، وهضربهم كده كويس قوي لحد ما الكريم شانتيه ده يعمل فوم. وطبعا الايس كريم فانيليا ما فيهوش جيلاتين. جبت معلقه كبيره حطيتها في كوبايه، بس هي الكاميرا مش جايباها. دوبتها في حبه ميه وضفتها على على المكونات دي عشان تعمل عرق وتعمل مط. بعد كده بقى هنزل باللي انا عملته اللبن بالنشا ده، هنزل على المكونات دي واضربها كويس تتجانس مع الكريم شانتيه والسكر، كل المكونات تدخل في بعضها. افضل اضربها كده ضربا مبرحا كويس قوي لحد ما يدينا الايس كريم فانيليا. بعد كده نفس الخطوات هروح جايبه المكونات دي، هحط برضو نص كوبايه كريم شانتيه، ومعاهم 3 معالق سكر، ومعاهم كوبايه ميه، وهضرب برضو ضربا مبرحا لحد ما تعمل فوم كده ويتقل. وهضيف بقى عليها الفراولة، وبعد كده نعمل المانجا. نزلت بالفراولة، ونفس الحكاية برضو في المانجا، هي الخطوات واحدة والخطوات ثابتة. هنزل كده واروح منزلة كل المكونات، الجيل الفراولة مع الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه في الخلاط مع السكر، ونضرب كويس قوي. انت بقى كمان لو عندك فراولة مجمدة ممكن تحطيها مع المكونات دي وانت بتضربي، هيديكي طعم جميل جدا وخطير، يعزز الطعم واللون والقوام. وبرضو لو نفس الحكاية، لو عندك مانجا هتحطي كيس المانجا مع المكونات دي وانت بتضربي مفرز، هيديكي برضو قوام حلو قوي وطعم خطير اجمل. يعني ان انت تحطي مثلا مانجا طبيعية مع الجيلي، تحسي ان انت حاجة كده طبيعية وجميلة جدا وخطيرة. هنا طبعا عملت نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل كده. نص كوبايه الكريم شانتيه مع كوبايه ميه 3 معالق سكر، وضربت لحد ما تقل الفوم. وبعد كده رحت ضايفه عليها الايس كريم المانجا. فضلت اضرب لحد ما القوام تقل. شايفين قوامها ولونها خطيره. جبت بقى برضو علبه بلاستيك كده، ورحت نازله فيها بالمكونات دي، وهسيبها لمده 4-5 ساعات في الفريزر. ولما تجمد اطلعها تفك شويه،
وهضربها في الخلاط. طبعا لما طلعتها لقيت قوامها تقيل، زودتهم كل حاجة منهم كوباية مية كده ساقعة، وضربتها في الخلاط تاني عشان كان قوامها تقيل جدا. واللي هو الفانيليا زودتها كوباية لبن. وطبعا هنا كانت البسكوتات جبتها من عند بتاع الايس كريم، وكان عندي شوكولاتة سيحتها على البخار، وطبعا بغمسها كده في الشوكولاتة عشان احط فيها الايس كريم. وهنا ادي معلقة الايس كريم. اول حاجة طبعا هنعمل تشكيلة كده فراولة، ونعمل اللي هو المانجا، ونعمل بعد كده الفانيليا، هنعمل تشكيلة في الكاس. بجد الطعم هايل خطير تحفة. يعني تشوفوا بقى الايس كريم لما بيجوا من بره عامل ازاي، غالي جدا. انت تقدري بقى في اي وقت كده في الحر ده تطلعي تاكلي انت والاولاد، ضيف جالك ممكن تقدمي منه حاجه كده طعمه لذيذه، حاجه كده ترطب على قلوبنا. طبعا أنا عملت الكاس اللي هو كده، وبعمل بسكوتات دلوقتي. بعمل تشكيلة بقى مانجا مع فراولة، او مع مثلا فانيليا، وبحطهم بقى في البسكوتات كده. الشكل خطير والطعم هايل تحفة. واتمنى الفيديو بتاع الايس كريم ينال اعجابكم. ما تنسونيش باللايك وتدعموني كده. سلام حبايبي.